أريدكم بس تتخيلون طعم هذه الكيكة إيش قد طيب، طبقة من الكيك وكريمة الموز وصوص الشوكولا، يعني عبارة عن ميكس رهيب، شكلها وحدة يحكي كشخة وترهم باللمات. حتى نحضر خليط الكيك راح نحتاج بيضة واحدة، نص كوب من الشكر ورشة ملح، نخفق إلى أن يصير الخليط لونه فاتح، وراح نضيف تقريبا ربع كوب من الزيت ونخفق. بعدين نضيف نص كوب من الحليب وثلاثة أرباع الكوب طحين وربع كوب من الكاكاو، يعني مجموع المواد الجافة كوب، وضف الظرف من البيكنج باودر. نخلط المكونات وصارت جاهزة. صبيتها بهاي الطاوات البايركس أو بأي قوالب عندكم، بس دهنتها بشوية زبدة ودخلتها الفرن الحار. حتى نحضر كريمة الموز، أول شي راح نسوي مثل البشاميل. خليت 50 غرام من الزبدة وملعقة كبيرة طحين وكوب من الحليب، نمزجهم زين. بعدين ضفت علبة من القشطة وشكر حسب الرغبة، نخلطها زين. من يدخن نطفي النار ونضيف الموز اللاحق، نضرب المكونات بالبلندر أو بالخلاط ونتركها إلى أن تبرد. هنا عندي كريم شانتيه، كوب من كريم شانتيه كوب مي، نخفقهم زين إلى أن تتماسك تماما. من بردت كريمة الموز ضفت عليها كريمة الشانتيه، خلطتهم سوا بهذا الشكل إلى أن صارت ناعمة. وهنا الكيكة طبعا ضروري تكون باردة، ونصب عليها الكريمة وهي هم باردة وندخلها للثلاجة شوية تتماسك. وآخر شي زينتها بشوية صوص شوكولا، هذا اختياري طبعا، إذا ما تحبون تقدرون ترشون عليها كاكاو باودر وزينوها بالشكل اللي يعجبكم. وبس والله إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك والمتابعة، وبالعافية.